السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الشكاوي المنتشرة عند ستات كتير سلس البول، وهو خروج قطرات من البول من السيدة لما تكح أو تعطس أو تنده على ابنها مثلا بصوت عالي. وفي حالات متقدمة من سلس البول يخرج مع الحركة. في سيدات عندها تدخل الحمام وهي رايحة للحمام البول يسبقها وينزل قبل دخول الحمام. ضعف عضلات قاع الحوض من أهم الأسباب. سقوط المهبلي للمثانة من أحد الأسباب. ستات كتير بتفتكر الموضوع ده عادي عشان هي ولدت قبل كده. في سيدات بيحصل تهتك في العضلات وقطع ويحصل سقوط للمثانة، وساعات يحصل سقوط لقناة مجرى البول في المهبل. طب ايه الحل يا دكتورة؟ الحل الفحص السليم وتقييم الحالة محتاجة ايه بالظبط. في سيدات بتقول انا عندي مثلا البول يا دكتورة ساعات يسبقني ساعات لا، خاصة في الشتاء. الموضوع مش عادي يا جماعة. مفيش حاجة اسمها حد يعمل على روحه بيبي وده امر عادي. الامر مش عادي، الامر كريتيكال ومهم جدا انك تشوفي نفسك ايه المشكلة عشان الموضوع بعد كده هيزيد. يعني انت حاليا بتعملي بيبي او تطلع منك قطرات من البول مع الكحة او العطس، بعد كده وانت قاعدة مكانك هتلاقي البول بينزل لوحده. ليه؟ لان هي مراحل يعني بتتدرج. لو في العضلة ضعيفة تضعف اكتر وهكذا، خاصة مع انقطاع الدورة واختفاء هرمون الاستروجين يحصل ضعف اكتر في العضلات. خلاص الحل ايه؟ حالات كتير جدا تستجيب للليزر. ولو في قطع في العضلات لازم تتصلح، خاصة ان السيدة دي قبل مرحلة سلس البول بيكون عندها ارتخاء في العضلات او قطع في العضلات، يحصل لها التهابات في مجرى البول. ليه؟ عضلات قاع الحوض مهمة جدا انها تعصر اخر قطرات من البول عندك، وان هي لها دور في التحكم في البيبي. فضعف عضلات قاع الحوض مهم جدا انك انت تعالجيه، الامر مش عادي. عضلات قاع الحوض لها التحكم في البيبي انها تنزله في الحمام كويس. في سيدات تقول لي دكتوره بدخل صباعي ارجع السقوط المهبلي عشان اعرف اعمل بيبي براحتي، ادخل الحمام افضي شويه واحس نفسي مزنوقه وادخل تاني، ده في سقوط مهبلي. العضلات مقطوعه هتضطر تزق المثانه. عضلات قاع الحوض تخليكي تعملي بيبي، تضغط فتعملي بيبي وتعصر اخر قطرات عشان ما يجيلكيش التهابات في قناه مجرى البول. تتحكمي في البيبي مع الكحه مع العطس، تنقبض هذه العضله فتتحكمي في البيبي.